استيقظت في صباح عادي، لكن أول فكرة خطرت ببالي كانت: يوم جديد من الزحام والضغط والمشاكل. لما الحياة دائما ضدي؟ مرحبا بكم في قناة رشد. إن كانت هذه زيارتك الأولى فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، لأن القادم ليس مجرد كلام يقال، القادم قد يكون فرصة حقيقية لتغيير حياتك. كنت أشتكي كثيرا من العمل، من الناس، وأحيانا من نفسي. لما أنا دائما؟ لما كل شيء يبدو صعبا؟ لكن في لحظة صامتة توقفت وسألت نفسي: ماذا لو جربت أن أصمت، أن أمتنع عن الشكوى ليوم واحد فقط؟ أتدري؟ في تلك اللحظة بدأ كل شيء يتغير. أنا لا أقول إن الشكوى خاطئة تماما، فأحيانا نشعر أنها المتنفس الوحيد في زحام الضغوط، لكن ما لم ندركه هو أن الشكوى لا تفرغ الطاقة بل تسرقها منا. تخيل شخصا دائم الشكوى، ألا تشعر بالرغبة في الابتعاد عنه؟ فالطاقة السلبية معدية، والأخطر أننا نعدي أنفسنا بها كل يوم. الآن تخيل أن تستيقظ صباحا، وبدلا من أن تقول أنا متعب، تقول أنا ممتن لأن لدي فرصة جديدة لأبدأ من جديد. هل يبدو ذلك بسيطا؟ نعم، لكن التغيير الحقيقي يبدأ من أبسط الأمور. العلم نفسه يؤكد: كثرة الشكوى تغير طريقة تفكيرنا. يعيد الدماغ برمجة نفسه ليبحث عن السلبيات حتى تصبح كل تفصيلة صغيرة مشكلة. لكن عندما نكف عن الشكوى يبدأ الدماغ في البحث عن الحلول. ننتقل من لماذا يحدث لي هذا إلى كيف يمكنني التعامل مع هذا. وليس هذا فقط، عندما تتوقف عن الشكوى تستعيد السيطرة على حياتك، تبحث عن الحلول لا عن الأعذار، تشعر بالسعادة حتى دون أن تتغير الظروف، وتلهم الآخرين ليحذوا حذوك. السر ليس أن تتوقف عن الشكوى للأبد، بل أن تصبح أكثر وعيا بكلماتك، برؤيتك، باستجابتك لكل ما يدور حولك. فاسأل نفسك الآن: هل أنت مستعد لتخوض هذا التحدي؟ أن تعيش يوما واحدا فقط دون شكوى، أن تركز على ما تملك لا ما تفتقد، أن ترى الفرص لا العوائق. إن كنت مستعدا فابدأ الآن، وقل لنفسك بكل يقين: أنا صانع واقعي، ولن أسمح للشكوى أن تقيدني.